ايه يا عم الحلاوة دي يا عم؟ شكرا. انت خلتنا كلنا نعيط يا عم. والله من غير قصد. لا يا عمي، ولو بقصدك عادي مفيش مشكلة، طالما بتطلع لنا حاجة حلوة زي كده فما شاء الله عليك يا حبيبي. مكالمة أنا مستنيها أكتر منهم. الو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ مستر محمود. ازاي حضرتك عامل ايه؟ أخبارك إيه؟ بخير والله الحمد لله. والله يعني بصي كلنا نفخر بعبد الواحد. ربنا يخليك يا يعني رب، انا مبسوطه قوي ان حضرتك كلمتني الله بصراحه. الله يكرمك. لا والله انا مبسوط جدا جدا، يعني ان في حد من طلابنا الحلوين زي عبد الواحد. يعني كلنا بنسعى ان يبقى كل الطلاب زيه كده، ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه. ربنا يخليك يا رب، شكرا لذوق حضرتك والله. انتوا منين طيب؟ احنا من القاهره، من جسر السويس. تمام. طيب عبد الواحد موجود؟ طبعا. اكلمه. هكلم مستر محمود. كلنا مستنيين المكالمة دي. الو. ايه يا حبيب قلبي؟ ازيك يا مستر؟ ايه يا عم الحلاوة دي يا عم؟ شكرا. انت خلتنا كلنا نعيط يا عم. والله من غير قصد. لا يا عمي، ولو بقصدك عادي مفيش مشكلة، طالما بتطلع لنا حاجة حلوة زي كده فما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. شكرا يا مستر. المهم بقى، عايزين نشوفك ولا انت مش عايز تشوفنا؟ انا عايز اشوفك قوي. طب خلاص، نشوفك امتى بقى ان شاء الله؟ اليوم اللي حضرتك تختاره اقولهولك بالدقيقه. ماشي يا حبيبي، خلاص انا هرتب مع ماما، وان شاء الله ليك جايزة حلوة مننا كده علشان خاطر الحلاوة اللي انت عملتها في الفيديو دي. شكرا. تسلم لي يا حبيب قلبي، وان شاء الله. انا فرحان قوي. والله انا اللي مبسوط جدا ان انا بكلمك يا حبيبي، وان شاء الله يعني يبقى في تواصل بيننا دايما كده. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يكون عند حسن. ان شاء الله يكون عند حسن. ان شاء الله ان شاء الله نقعد بقى مع بعض كده حبه حلوين. على فكره يا مستر مقفل في الماس في سنه رابعه، في امتحان اخر سنه ونص سنه وفي سنه خمسه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. في السته ان شاء الله. ان شاء الله. ده طبعا ده ما ينفعش ما تقفلش. انت في مدرسه ايه؟ الزيارات. ماشي. طب خلاص احنا نقابلك قريب بقى، نقعد قعده حلوه انا وانت كده، ونقعد نحكي بقى في كل حاجه انت عايزها. ماشي يا مستر. إن شاء كلمه بقى وحدد معانا معاك. طيب انا عايز اسالك حاجه الاول، انت عايز اتفضل. قول لي نفسك في ايه مثلا، ممكن نعمله لك. ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ اكتر حاجه. لا والله مش نفسي في حاجه. يا سيدي بس قول اكتر حاجه نفسك فيها ايه. والله ما نفسي في حاجه. طب قول لي بس كذا حاجه كده عشان توفر عليا، تسهل عليا الموضوع يا عم. والله ما عارف، مش عايز حاجه. شكرا. يا سيدي ما انا عارف انك مش عاوز اي حاجه، بس قول لي يعني نفسك في ايه مثلا كده، ممكن يبقى نفسك في ايه. مش عارف والله. طب خلاص، فكر من دلوقتي لعند ما نتقابل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. هات لي ماما بقى نرتب معاها كده الميعاد اللي هنشوفك فيه ان شاء الله. ماشي. اتفضل. تعرف ان استنى قبل ما تمشي، استنى. نعم. خد بالك انا مصور كل الكلام ده عشان كل الناس تعرف ان في حد قمر كده موجود معانا يعني من طلاب، فهنصيطك بقى. انت كده كده متصيط يعني، بس هنصيطك كمان. ماشي. ماشي يا حبيب قلبي. والله ربنا يبارك فيه. يعني بصي، احنا يعني او انا كمدرس يعني بسعى بكل الطرق ان انا اطلع طالب محترم زي عبد الواحد. فان يبقى في حد كده، فكده يبقى احنا نجحنا يعني، الحمد لله. ربنا يخليك يا مستر. ربنا يبارك فيه كده دايما ويخلي يعني ايه، ونشوفه اكبر حد كده في الدنيا ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. ان شاء الله. من ذوق حضرتك. ان شاء الله. هو حضرتك من محافظة ايه؟ انا ده اهليه. يعني حضرتك اصلا عايش هناك. في المنصور. اه. لا بس نجيله مخصوص. لا ده احنا نيجي لعبد الواحد لو في السعوديه هنجيله. ربنا يخليك. ان شاء الله. ولا تتعب نفسك. لا ان شاء الله. خلاص طالما انا وعدته يبقى ان شاء الله نتقابل. هظبط كده الميعاد وهبعت لك على الواتساب. اوكي. المهم بس جايزه مبدئيه كده لحد ما نتقابل ان شاء الله، هيبقى له جايزه كبيره مني ان شاء الله مبدئيه كده. اي حاجه بنعملها بفلوس من دلوقتي لعند السنه كلها ما تخلص فري لعبد الواحد لو محتاجها ان شاء الله. انا بصراحه بتابع مراجعات حضرتك، كنت زعلانه قوي ان فبراير ما لقيتش مراجعه جديده. للاسف. لقيتها بتاعت السنه اللي فاتت، زعلت قوي. لا ما ان شاء الله هنعمل لهم مراجعه قويه. بالله عليك يا مستر بقى بتاعت الترم دي. لا بتاع الترم ان شاء الله هنعمل لهم مراجعه قويه ان شاء الله. كانت في اكتوبر، كانت جديده. نوفمبر لا.
لا هنظبطها له. حضرتك مهتم قوي ببريب 1 وسايب ما جريد 6 اللي هو الصراحة هم دفعة مظلومة. هو الدفعة دي مظلومة، فكان لازم نبقى في ظهرها. بس لا ان شاء الله هنعمل حاجات قوية جدا ان شاء يعني الله. انا متابعه، اصل انا متابعه وعارفه طب عارفه تمام. حضرتك ان انت ما نزلتش في فبراير، انا عارفه. يلا ان شاء الله علشان خاطر عبد الواحد نعمل له كل حاجة. ان شاء ربنا الله. يكرمك يا رب، ان شاء ربنا الله. يرضيك والله. ده حضرتك ذوق جدا ربنا والله. لان انا لما بشغل الموبايل انا بصراحه بشغله له ويقعد يسمع حضرتك، بيقول لي ماما بفهم منه جدا. يعني بصراحه انا الناس يعني مش يعني ايه، الموضوع كبر عليا بقى صعب شويه فبسيبه هو. بيقول لي لا، اقول له طب وقف الفيديو وحل معايا، يقول لي والله شرحه جميل. وبعد ما حضرتك تخلص يطبق بقى في الكتاب في اي حاجه، لا بيحل. ما شاء الله ما شاء الله والله. يعني انا مبسوط جدا ان هو طالب من طلابي. دي حاجه يعني فرحتني جدا جدا جدا. احنا اللي مبسوطين ان احنا بنسمع حضرتك. الله يكرمك الله يكرمك. ان شاء الله نعمل لهم حاجات حلوه عشان خاطره، وان شاء الله نتقابل انا وهو كده على خير. ممكن لو ظبطنا نظبط على الجمعه عادي. الجمعه الجايه ولا هو احنا بقى حضرتك عارف الترند اللي احنا اصلا والله يعني ربنا، انا بكلمك بطبيعتي جدا. انا ام عاديه جدا. الناس يا ستي جدا. بس ما اعرفش ترند ومش ترند، كله صدفه. فعايزه اقول لك بقى كميه الناس اللي بتكلمنا احنا انا مش فاهمه ما شاء مين الله. مع مين ومين مع ايه، مش عارفه حاجه. ما شاء الله. ده حب كده من يعني من عند ربنا كده، وربنا يعني وهبه لعبد الواحد، وعبد الواحد الله يستاهل كل خير. ايه يا حبيب قلبي؟ بصي يا استاذ، هي عايزه خير. ينفع تجيب لي جراب للموبايل بتاعي؟ ده بس كده. ده الجرابات كلها عشان خاطرك يا عم. ماشي. عايز بس جراب للتليفون. سهلة ان شاء الله، سهلة يا حبيب قلبي، عينيا ليك. ماشي تمام. ان شاء الله اشوفك على خير يا حبيب قلبي. ان شاء الله. ماشي مع السلامة. سلام. مع السلامة. مكالمة الصراحة يعني أنا مبسوط منها. أنا مبسوط إن عبد الواحد يعني حد من طلابنا والله. يعني فرحت جدا، يعني فرحت أكتر منه. فربنا يبارك فيه كده. وعايز أقول بقى للناس كلها بقى حاجة: بالأدب والعلم تقدر تملك أي حاجة. تقدر تملك حب الناس، تقدر تملك فلوس، تقدر تملك شغل، تقدر تملك اي حاجه اي حاجه. فالادب والعلم، وطبعا الادب ده والعلم ده الاتنين تحت مظله الدين. الدين ادب علم، انت معاك الدنيا كلها. فربنا يبارك فيكم كلكم يا حبايب قلبي. ان شاء الله نقابل عبد الواحد على خير، وهنبقى برضو مصورين حبه كده من المقابله بتاعته. وربنا يوفقكم دايما يا حبايبي، ونشوفكم كلكم زي عبد الواحد كده ان شاء الله. سلام.